التركيز في المذاكرة بيحتاج لمجهود ذهني عالي، وتعتبر الفاكهة الطبيعية بتساعد في تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل عصير الرمان والجوافة والمكسرات عشان نساعد في تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز. ويلا نعرف مع بعض أهم 6 فوائد لفاكهة الرمان. يعتبر الرمان من الفاكهة المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز عشان في الرمان مضادات أكسدة، وكمان في الرمان فيتامينات بتساعد في سهولة حركة الدم للمخ فيساعد في علاج النسيان والزهايمر. وتعتبر فاكهة الرمان مهمة في تقوية المناعة عشان في الرمان فيتامين سي. وكمان الرمان مهم في تقوية عضلة القلب وبيساعد في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين. وتعتبر فاكهة الرمان مليانة حديد فيساعد في الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم. وآخر معلومة عن فوائد الرمان إنه مهم في تسهيل عملية الهضم وتقوية الجهاز الهضمي. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 6 فوائد لفاكهة الرمان، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة بإذن الله. وهسيب لكم رابط في صندوق الوصف فيه معلومات كتير عن فوائد الرمان عشان اللي يحب يستفاد أكتر. وهنستعمل تاني حاجة في عصير الرمان فاكهة الجوافة. ويلا نعرف مع بعض أهم 6 فوائد لفاكهة الجوافة. تعتبر الجوافة من الفاكهة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز عشان الجوافة مليانة فيتامينات زي فيتامين بي 3 وفيتامين بي 6. وتعتبر الجوافة مهمة في تقوية الأعصاب وبتحسن الدورة الدموية في المخ فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان في الجوافة عناصر غذائية بتساعد في تقوية المخ والأعصاب. وتعتبر الجوافة مصدر للطاقة المهم للمخ فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان في الجوافة فيتامين سي المهم في تقوية المناعة فيساعد في الحفاظ على الطاقة في الجسم وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات. وآخر معلومة عن فوائد الجوافة إنها مهمة في علاج الاكتئاب وبتساعد في علاج النسيان والزهايمر. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 6 فوائد لفاكهة الجوافة، وأهمها إن الجوافة بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة بإذن الله. ويلا نعمل عصير الرمان والجوافة والمكسرات، والعصير ده مناسب في وجبة الفطار الصبح. هنجيب كمية من الرمان ونتأكد إن ما فيهاش رمان بايظ عشان ما يأثرش على طعم العصير. وبعد كده نزود نص كوباية مية ونشغل الخلاط بسم الله. وبعد كده هنصفي الرمان من البذر. هنجيب واحدة من الجوافة ونغسلها كويس ونشيل منها البذر. وبعد كده نزود الجوافة على عصير الرمان، ونزود على عصير الرمان معلقة مكسرات الفول السوداني المطحون أو أي نوع من المكسرات اللي موجودة عندنا، ونزود معلقة عسل أبيض ونشغل الخلاط. ويلا نصب عصير الرمان والجوافة والحليب مع بعض. وسيبولي رأيكم لما تجربوا عصير الرمان والجوافة تحت في التعليقات. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل عصير الرمان والجوافة بالحليب عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.